هو ربنا طالب مننا نتدبر ونعقل ونفهم، ودايما بيحثنا على كده ونتدارس. طب لما يكون مكتوب على مقام إبراهيم باللغة المصرية القديمة كلمات توحيدية والشهادة يعني، ونيجي نبص بعد كده، الموضوع ده وقفني خلاني أركز شوية فيه. فقلت طب أشوف قبل كده كان في إيه. كلنا بنشوف الصور المصرية القديمة على الجداريات بيسجدوا على دقنهم. نبص بقى للقرآن نشوف بيقول لنا إيه. هنلاقي القرآن بيقول لنا إيه بقى؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إمتى؟ من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فإذا دي كانت طريقة السجود زمان. طب ندور كده تاني يمكن نلاقي أي حاجة جديدة أو تفهمنا إحنا مضحوك علينا من زمان قد إيه ولغاية النهاردة دلوقتي لسه بتضحك علينا في أحداث كتيرة قوي حوالينا إحنا مش مدركينها.